يا لهوي. يا رب يا رب بارك لنا في مجاهد ابننا وعقده واهديه. امين يا رب من عندك انت، من عندك انت يا رب اديله القوه عشان يكون دايما مصحصح وملحلح ومدردح. امين. افتح يا مجاهد. قلنا مفيش حرمه تخرج على رجاله. بقول لك افتح، انا زهقت من الحبسه دي. وانا قلت ما هفتحش. ها واسكتي بقى بدل ما اجي اسكتك اجي اسكتك. بو. يا سلام، هو ده الكلام. يا سلام يا سلام. طيب يا جماعه انا نازل بقى دلوك علشان يعني اقابل الشيخ اسعد، ورانا يعني كم مشوار كده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. شايفين البلطة ولا السلسلة اللي لفاها حوالين رقبته؟ ده اتجنن خالص. لا يا جماعه، انا لا يمكن اسكت على المهزله اللي بتحصل دي ابدا. هو انت لوحدك؟ احنا كلنا يا جماعه لازم نفهمه، ده ضحيه المسكين. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. نسيت البلطه بس بتاعتي. البلطة ربنا يحميها لك ويخليها حامية قوي عشان تنتصر على الأعداء. امين. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام يا رب. وعندك واحد شاي وعندك جزمه قديمه تحطها في خشمك. ايه دي؟ مش شايف نائب الامير وصل؟ احنا جينا نحذركم التحذير الاخير. ممنوع القعده على القهوه بعد صلاه العشاء، ومن الان عند سماع نداء الصلاه الكل يتجه الى الزاويه التي نصلي بها. بس ده بقى ارهاب. امال انت شايفنا ايه يعني؟ مبيضين محاره جايين يعني ومعانا اسلحه ليه؟ علشان نلعب معاكم حاورين حكيكه. معلش يا شيخ اسعد لحسن الواحد زهقان وطهقان من رمم دي زي البهيمه دي. بص يا شباب، احنا ارهابيين، واي كلمه او اعتراض من اي بلغه فيكم محدش هيبقى ليه عندنا دي ولا قد اعذر من جنزر. والمره دي احنا اتكلمنا بالحسنى، انما المره الجايه مش هتشوفوا مننا غير كل قسوه وعنف. مفهوم؟ هيا بنا يا اخ مجاهد. وراك يا اخ اسعد. تحت امرك. تحت امرك ايه يا بلغ انت؟ ده انا هخليك عبره للجزم دي. ايه من صباحيه ربنا يعني شايفنا واحنا ايه متبهدلين وعمالين ننحر صوتنا فيكم. وما فيش يعني حاجه ساقعه تبل رجنا ولا حاجه سخنه تبل رجنا برضيك اللي تشوفها يا شيخ. حاضر. روح يا صندوق حاجه ساقعه بدل يلا روح. يعني انت لسه ما مشيتش؟ امشي ياد، امشي بسرعه ياد، لقد اعذر من تنذر. قدامي يا بلغه. يا جدعان حرام حرام، والله حرام خراب البيوت اللي بيحصل ده. احنا حذرناك قبل كده وطلبنا منك انك تقفل هذا المكان الفاسد وانت ما سمعتش الكلام. طب اعمل ايه؟ ما هو ده اكل عيش واكل عيش عيالي. تحلل لنفسك ما حرمه الله يا فاسد. ادخل ادخل يا جسم انت. معلش يا شيخ اسعد اتاخرت عليك شويه يعني. افتح حاجه ساقعه يد للرجاله دي كلها. بتعمل ايه يا مجاهد؟ معلش يا شيخ اسعد، ما احنا من صباحيه ربنا يعني عمالين نلف على رجلينا على المحلات نكسرها، فقلت نبل رجلنا يعني بحاجه ساقعه. افتح ياه. والله نفذنا المطلوب يا شيخ اسعد. ولعوا النار فيها قدام عينيه. حرام عليك حرام عليك، انا جايب البضاعه دي كلها بالقسط. قص ايه يا انت؟ اقرع انت. ايه ولع يا انت اهو. لا شيخ اسعد بلاش اسماعيل ياسين دي لحسن بحبه قوي. ادي ده للاستاذ وافي فوق. 41 جنيه عشان نص كيلو لحمه، 115 جنيه عيش لفتة اللحمه. السلام عليكم مدام سعيده. مجاهد ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ مفيش وقت افهمك. خدي الاوراق دي بتاعت الشهاده. وانت جايب لي الاوراق دي ليه دلوقتي؟ هتفهم كل حاجه لما تفتح البلوبوس بتاعك. وايه البلوبوس ده يا اخويا؟ البلوبوس اللي عندك في الموبايل. قصدك البلوتوث. ايوه هو ده، علشان فيه رساله لازم توصليها. لا ما عنديش بلوتوث. طيب يا مدام سعيده خدي الموبايل ده، انا ما افهمش فيه من اصله. فيه البلوبوس وفيه الرساله وفيه ب5 جنيه رصيد. سلام عليكم. أنا مجاهد عوضين بالجود الإرهابي الشهير. أحذركم وأقول لكم أني سبت كل الأوراق بتاعت الشهادة مع المدام سعيدة، والأمير بنفسه هيجي علشان يعمل لي الشهادة. أي لوع ولا مشورة ولا قلة حياة من بتاعة روح لعلان وتعالى لترتين
الامير ما هيرحمش. والكلام ده مش تهديد، انما انا بهددكم لو الامير ما استلمش الشهاده بالتي هي احسن انا بنفسي اللي هتصرف، ولقد اعذر من جنزر. يوكتك ايه؟ التليفون بتاعي مع مدام سعيده، قلت ملوش عايزه بعد كده. كويس. وهي بقى عملت ايه؟ كانت مستغربه جوا يا شيخ اسعد. ايوه بس انا نفذت كل اللي انت قلته لي بالحرف الواحد، وزمان المجمع كلاته دلوك ايه يعني عرف انني ما هزرش في موضوع الشهاده دي. بارك الله فيك يا اخ مجاهد. دلوقتي بقى نتكلم في الاهم. ايوه نتكلم. انا بقى هظبطك في 10 طاوله. لا انا هروقك. ثانيه واحده بقى يا شيخ اسعد، ثانيه واحده. وليه هيجي ادبي عليكم انتوا الدول؟ مش احنا قلنا مفيش قعاد هنا بعد العشاء؟ قاعد على القهوه. روح لامك وابوك يا روح يا. كنا هنقول ايه يا شيخ؟ كنت عاوز اقول لك ان انت دلوقتي اهل للثقه، وعشان كده بقى قدامك المهمه الاكبر. معلش يا شيخ اسعد، معلش سامحني، ده وجعته مهببه. في ايه؟ ايوه يا شيخ. تعال انت قاعد لوحدك بتعمل ايه جوا يا ده؟ مش شايفني انا والشيخ اسعد رجنا خلاص؟ نشف بنعمل ايه؟ ها مفيش يعني حاجه ساقعه ولا حاجه؟ انت مش قلت ما حدش يقعد على القهوه بعد العشاء؟ حلو قوي، قلنا مفيش قعاد بعد العشاء، لكن انا قلت مفيش مشاريب. لا انا قلت مفيش مشاريب. لا يا شيخ. لساني ده قال مفيش مشاريب. لا خلاص يا عم رجنا ناشف يا عم. خلاص روح انزل اللي انت عاوزه. حاضر. ايوه يلا امشي ايه؟ سلوجه تاني ولا حاجه؟ كنا هنقول ايه يا شيخ؟ كنا بنتكلم في المهمه الاكبر اللي انت هتقوم بيها يا اخ مجاهد. ايه المهمه دي بخصوص الشهاده؟ ايوه يا بوي ايوه كده يا شيخ اسعد، ايوه كده. خلينا بقى ناخد الشهاده. اصبر، كله في اوانه. بكره ان شاء الله الصبح ناخد الامر من الامير. ده احنا محضرين لك هديه. هديه ايه؟ هتجيبوا لي توك توك اشتغل عليه؟ توك توك ايه يا مجاهد؟ الهديه هي الشهاده. الله يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. هيا بينا. يا بينا. بس بقول لك ثانيه واحده. اقعد. ده ليلته مهببه دي. في ايه تاني؟ ايوه يا شيخ. تعالى يا جازم. ايوه يا شيخ. ايه ساعه هتحضر وانا قلت لك حاجه ساقعه، جايب لي شاي؟ ها بقول لك تقفل المخروبه دي وما اشوفكش واصل. يلا امشي وسك على المشاريب دي. يلا هيا بينا يا شيخ اسعد. اقدر اقول ان الاخ مجاهد مستعد دلوقتي للمهمه. مستعد يا مجاهد؟ مستعد قوي. المهم الشهاده، لكن قبل الشهاده لابد ان تدخل دنيا حتى تخرج منها وانت راض. زوجوه يا اسعد ثم يذهب للمهمه، فهو شاب ذكي. لك الامر وعلينا الطاعه يا امير. طب وبداره بس اقول لها ايه؟ انا هقول لك المهم دلوقتي تستعد للزفاف يا اخ مجاهد. طب كنت قلت يعني لامي ولا قلت لجيراني في البنسيون يعني، ولا عايزين نتجوز كنت امك دي؟ ولا اقول لك كلاته يهون علشان الشهاده. مش فاكرين يا رجاله؟ الف شوك نجملكم في الافراح ان شاء الله. يا ابوي مع الف سلامه. يا ابوي الف شكر يا رجاله. مبروك يا مجاهد. الله يبارك فيك يا ابو جمال، الله يبارك فيك. ما تيجي نريح شويه. نريح فين؟ هو في مكان؟ ايوه اهو مكان اهو. تعالى. طيب. يا ابوي مين دول يا ام جمال؟ دول جوازي الله يرحمهم. انت اتجوزت كل دول؟ ايوه الاولاني جوزته 3 ايام وبعد كده خد الشهاده. يا ابوي يا ما انت كريم يا رب. التاني بقى طول شويه، اتجوزته اسبوع وبعد كده خد الشهاده. ما طولش ولا حاجه يعني اسبوع واحد. والتالت بقى ربنا كرمه اخر كرم، ما عادش له صباحيه وخد الشهاده. يا ابوي
ادعي لي يا ام جمال ابقى زي التالت ده يعني واخد الشهاده بدري بدري. ربنا يكرمك يا مجاهد يا رب، ينولها لك يا قادر يا كريم. طيب نام انت بقى يا ام جمال وانا اخرج اشم شويه هوا، لحسن حاسس ان الهوا اللي في الخيمه دي ما يكفنيش انا وانتي. تصبح على خير يا ام جمال، تصبح على خير. تعرف الفاسق الداعر جميل شاكر جاركم اللي ساكن في الشقه اللي جنب البنسيون؟ ايوه امال ايه يا شيخ اسعد، اعرف الشقه واعرف جميل شاكر، ده حتى الليله دي كان عازمنا على المعرض عندي يعني. انما مين الفاسق الداعر ده؟ اذا ستذهب الى المعرض مع سكان البنسيون. ما تروح المعرض تعلق دي على الحيطه اللي بين الشقه وبين البنسيون. ده منبه ده؟ دون اسئله يا اخ مجاهد، وبعد ما تعلقها تدوس على الزرار وهي هتشتغل لوحدها على طول. طيب والشهاده بقى يا شيخ اسعد؟ ما ان تضغط على الزر خلال دقائق ستحصل على الشهاده. يا ابوي يا ابوي انا مش عارف اشكركم قد ايه يا شيخ اسعد. شيخ اسعد انتوا عملتوا معايا كتير قوي، ربنا يقدرني ويديني طولة العمر واردها لكم. بارك الله فيك يا مجاهد. ابقى سلم لي بقى على الامير ها واشكرهن. يوصل ان شاء الله. شيخ اسعد. ايوه يا مجاهد. ما قلت ليش يعني ادوس على انه زر؟ الزرار الاخير ده. دي انسحبوا. يا سلام هيفرحوا جو بالمنبه ده، بس اعلقوا فين؟ يلا بقى يلا يا مجاهد، خلاص كلنا جهزنا ما ناقصش غيرك عشان نروح المعرض. طيب اقعد بس يا مدام فريال عقبال ما الزق المنبه ده هنا وخلاص يعني. بسرعه. ايوه اكده بقى زي الحديد، وادي الزر اللي قالوا لي بص ادي الزر اللي قالوا لي عليه اهو. تعالى يا دي عباد تعالى. ايه؟ طل على المنبه اللي انا جبته ده. تقول لي ايه بس يا مجاهد؟ قول لي ايه رايك؟ ايه الفرحه هتبوظ من عينيك صح؟ ايه ده يا مجاهد؟ ده منبه يا دي عباده، مالك مبحلك ليه كده؟ منبه ايه يا مجاهد؟ دي قنبله. قنبله وهتنفجر خلال دقايق. فريال هانم عاجبك كده يا دي عباده؟ عاجبك ها؟ طب ساكته ايه؟ لما انت ما تعرفش حاجه في المنبهات ايه بتتكلم ليه؟ انت خايف؟ طب تعال يا استاذ وحيد، تعال انت يا راجل عاجل. قول لي ده مش منبه برضيك؟ منبه يخرب بيتك، دي قنبله ضيعت مستقبلي. مستقبل ايه ده؟ لا حول الله يا ربي. طيب اهي يا عم عبد الرؤوف بو ايه يا جماعه؟ ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ يا عم صنديلي انا لا. انت لا ليه يا راجل يا حكيم؟ انت دي قنبله ولا منبه؟ قول لهم يا بابا انتوا بالبوليس، ايدي مش راضيه تتلم على التليفون. وعلى ايه يعني عباد؟ لا اتلفى دي يا دي عباد، لا ينكسر ولا حاجه. انا اللي هتصل بالبوليس لاجل ما يقول لكم ان ده منبه. البوليس خليك معايا، اللي في يدي ده قنبله ولا منبه؟ جيتوا في وقتكم يا حضرة الظباط، ده منبه ولا قنبله؟ ايه؟ لا دي بتاعتي دي، المنبه ده بتاعي ده يا حاج ظابط، ده بتاعي ده. ايوه يا غالي. لا الحمد لله ساموني في البوليس. ايه؟ هيقولوا عليا اني ضحيه. يعني ايه ضحيه؟ انا عارف يا ست الكل، انا عارف. لا بكلم امير الجماعه ما يردش عليا، بس على العموم انا ليا كلام تاني وياه.